ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. في اكله احنا كنا بناكلها زمان خالص، كانت بتتباع قدام المدرسه عامه يعني. بيسموه كشري المدارس، مش عارفه بصراحه، بس كان في ست كده كانت بتقعد بالمكرونه بالشعريه دي، وكان بيبقى عليها زحمه قوي 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 بجد. يعني هي اكله تحفه بجد بصراحه، طعمها حلو جدا وسريعه قوي قوي. يعني ما خدتش مني 5 دقايق في تحضيرها بجد، وتحفه. تعالوا بقى نشوف طريقتها، بس بصراحة طعمها حلو قوي كأكلة شتوية يعني. مش محتارة طبعا تعملي ايه. قومي اعمليها بصراحة، بتدفي وكمان بصراحة حلوة قوي وهتدمنيها بجد والله العظيم. يلا تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس قبل ما نشوف الطريقة تضغطوا لايك بقى على الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة بالله عليكم. تعملوا تعليق كده حلو زيكم، قولوا انتوا بتسموا الاكلة دي عندكم ايه. طبعا هنا كان في حلة طبعا فيها مية بتغلي، حطيت ملح ويعني معلقة زيت. نزلت بقى بالمكرونة عندي، اي نوع مكرونة صغيرة. هنا هنعمل الشعرية، حمر الشعرية عادي خالص. آه المقدار بتاع المكرونة والشعرية على حسب بقى انت تعملي قد ايه. انا عملت هنا يعني كيلو الا ربع مكرونة، وحطيت يعني اقل من نص كيلو شعرية. ماشي. اول كده ما تحمر او لونها يبقى ذهبي، ينزلي بالميه بقى، لازم الميه تكون مغطياها كده. بتنزلي بالملح، وبنزل بشويه فلفل اسمر وشويه كمون بس خالص، مش بتحط عليها تاني حاجه. المهم بقى بتقلبيها وتسيبيها بقى مع نفسيتها كده، زي الرز بتعمليها معامله الرز، انتوا فاهمين. بحطها على عين صغننه خالص لحد ايه ما تستوي. هنا بقى المكرونه بتاعتي استوت، قمت طبعا مصفياها، ولازم تحطي عليها ميه ساقعه كده علشان ما البخار ما يكملش سوا وتعجن منك. تمام. هبتدي بقى اصفيها، وبعد كده احطها في الحله عبال ايه ما الشعريه تستوي. هنا بقى كان في هنا عشان نعمل الدقه بتاعه الطماطم وكده، حطيت شويه ميه كده يغلوا، وبعد كده نزلت بقى بطماطم، بس لازم تصفيها، انتوا فاهمين، بمصفى كده. صفيتها طبعا، وحطيت عليها شويه ميه علشان ايه تمشي لي بقى الطماطم وكده، عشان الطماطم كانت تقيله شويه. هنا خلاص الشعريه كانت تمام قوي، استوت وتمام قوي. هبتدي احطها على المكرونه، بس كده، هي ني في ني. تمام. مفيش اسهل ويعني من كده بصراحه. نزلت طبعا هنا على المكرونه، وهبتدي انا اقلبهم في بعض، بس كده يبقى كده المكرونه عندي بالشعريه جاهزه. هنا كنت حاطه بقى طبعا الطماطم تغلي مع الميه اللي انا كنت حطاها دي. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه، احط ايه. بصوا بقى الدقه خلاص كده، تحس ان الطماطم بدات ان هي تغلي. هنزل بقى بالبهارات، ملح وشطه وكمون وفلفل اسمر، مش تحط اكتر من كده عشان تحسي بالطعم بتاع زمان. تمام. بس ما بتحطيش اي حاجه اكتر من كده، ممكن نص عصره ليمونه بس، ما بتحطيش اي حاجه تاني. بس بقى تعالوا بقى نغرف واشوف بقى. بصوا الشكل النهائي عامل والله العظيم كان تحفه بجد. انا قعدنا ناكل فيها يومين حقيقي بجد، يعني حاجه كده ما اقولكوش. انا جوزي بيعشقها وابني كمان وانا كمان، يعني احنا التلاتة بنعشق، فبنحبها قوي قوي. يعني بحب اصلا المكرونه عامه. ابتدي بقى اغرف. وطبعا هنا الصلصه، مش الصلصه، هي اسمها دقه، معرفش بقى بيسموها ايه، بس هي بتبقى خفيفه خالص كده زي ما انتوا شايفين، وبيبقى ريحتها وطعمها تحفه بجد. ولا توم بقى ولا بصل ولا اي حاجه خالص، زي ما قلت لكم كده. مقاديرها سهله قوي قوي قوي. بحطها هنا على المكرونه على طول، وبتبقى الصلصه اكتر من المكرونه بشويه، عامله زي الشوربه كده، وتشربيها بقى وتاكليها بجد. يعني ما اقولكوش بتدفي قوي قوي اكل شتويه اصلا يعني. بس كده. دي بقى ادوق معاكم، بدي دوق، بدي دوق. لا والله العظيم كطعم حلو قوي، جربوها بجد مش هتندموا. انا قعدت ادوقها كتير معاكم في الفيديو ده اصلا يعني. خلصت طبق معاكم وانا قاعده كده. هي اصلا اكله ما بتشبعش يعني قوي يعني انت لازم تاخدي طبقين 3 كده عبال ما تشبعي. تمام. جربوها بقى. مش عارفه انت عندكم بتسموها ايه يعني، كانت بتتباع قدام المدرسه كانت بتسموها ايه، وبتعملوها بالطريقه ازاي. انا بصراحه انا بعملها بالطريقه بتاعتهم، طريقه زمان. تمام. وكده يعني مش عارفه بقى بتتعمل اكتر من كده ايه، بس بصراحه نفس طعم زمان بالظبط. بتهيألي هي دي الطريقه، نفس الطعم ونفس كل حاجه يعني. قولي بقى في التعليقات انتوا كنتوا بتاكلوها ولا لا، وكمان كانت بتتباع قدام المدرسه عندكم ولا لا وكده. قولي له بقى طبعا في، مش عارفه بتتباع عندكم ولا لا وكده. هي حاليا لسه برضو بتتباع، مش عارفه بس فين. في ناس قالوا لي ان لسه بتتباع.
بس صراحةً مش عارفة فين، بس أنا باعملها على طول يعني عامةً، أدمنتها بجد من ساعة ما اتجوزت وأنا على طول باعملها يعني مرّة في الشهر، مرتين كده يعني، هي من كتر أصلًا ما هي حلوة جدًا. بقى قولوا لي بقى رأيكم بقى في التعليقات، وكمان عايزة لايك ومتابعة واشتراك في القناة. قاعدة أدوق معاكم وباستمتع أوي بالموضوع. أشوفكم على خير فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.